أهلا بكم مشاهدينا في تاني أيام رمضان. دعوة مننا لتجديد النية. إيه هي النية أصلا وإزاي يعني ننوي وبعدين إزاي نجدد؟ ده اللي هنعرفه من الشيخ أشرف الفيل، أحد كبار علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك فضيلة الشيخ. كلمني عن موضوع النية ده. النية دي طول عمرنا يعني بنسمع الحديث الشريف إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وكلمة يعني عارفينها ومفروض نيتي سليمة ونيتي خالصة، إنما عايزين الموضوع بشكل علمي أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. يعني في البداية بقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيبة، وللسادة المشاهدين جميعا كل سنة وحضراتكم طيبين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدركنا هذا الشهر الكريم ونحن في أحسن حال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من هذا الشهر ونحن من عتقاء شهر رمضان. الحقيقة مسألة النية مسألة كبيرة جدا، لأن الحديث حضرتك أشرت عليه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث ده العلماء قالوا إنه بيدخل في 70 باب من أبواب العلم. الإمام الشافعي بيقول كده، بيقول يدخل في 70 باب من أبواب العلم. وخليني لما أقول لك تعريف بس النية كده وأهميتها ومكانتها في جمل يعني رسائل قصيرة. لما أقول النية معناها القصد، لو واحد قصد حاجة يبقى دي نوى. والنية في الشرع معناها انبعاث القلب نحو ما يرى من دفع ضر أو جلب نفع حالا أو مآلا. سيبنا من المصطلحات، لكن خلينا أقولها لك كده بالبلدي. يعني معناها أنا دلوقتي قاعد وبعدين خطر ببالي مثلا ان انا اعمل حاجه معينه، فهقوم قايم متحرك وعامل وكذا، انبعاث القلب نحو ما يرى. انا بفتح التلفزيون لقيت فيه ماتش كوره، وفي نفس الوقت انا عارف عندي دعاء فاروق دلوقتي بتقول وجايبه شيخ وبيعمل فتاوى. ممكن واحد قلبه يبقى عايز يسمع الفيلم ده او يسمع المسلسل ده فيروح ناحيته، فدي اسمها نيه. عندي لما بيروح ناحيه الحاجه وتنفيذها بتبدا الملائكه بقى تكتب، يا ترى هو نوى ايه وقصد ايه، عمل ولا ما عملش. القصه الملائكه بتكتب النيه ولا بتكتب الفعل؟ لما بتبدا تنوي بتبقى دي صوره مكشوفه امام الملائكه. التنفيذ فين بقى؟ انت حولت على انهي قناه انت عاوز. رحت عند دعاء فاروق كتب لك ده عايز، ده دي الست دي عايزه تسمع علم الدين وبتاع فتاخد اجر. قلبت عند فيلم، لا ده الست دي عايزه تلعب وتلهو فنكتب لها لعب ولهو. فحضرتك شوفي، لكن هو الملك امتى بيوصل له الشعور والاحساس؟ ساعه النيه بتاعتك، ساعه لما انت تبدا تحدد يمين ولا شمال. النيه دي ركن من اركان العبادات. النيه دي تكون شرط من شروط العمل عشان تبقى عشان تبقى نيه صحيحه. زي ايه؟ زي واحد مثلا راح الدكتور يكشف فقال له الكبد بتاعك تعبان وكده، فانت لازم تمتنع عن الخمر. هو بيشرب خمر مثلا، او لازم تمتنع عن السجاير، فلازم تمتنع. فلما امتنع كان امتناعه عن الخمر خشيه الصحه، هذا لا يثاب على المنع، ما بياخدش ثواب على كده. فعشان كده قالوا النيه هنا تبقى شرط، ان يقول ايه؟ لا يا رب طب خلاص انا صحيت تعبان، وكمان يا رب عشان انت نهيتني عن هذا الامر فانا هعمله. فاصبحت النيه شرط من شروط العمل. دي النقطه. النقطة الثانية ودي مهمة بقى اللي احنا عاوزينها دلوقتي عشان خاطر شهر رمضان. يعني في ناس تقول لك انا بدي للفقراء عشان هم محتاجين. لا، انا بدي للفقراء عشان انا اللي محتاج مش الفقير اللي محتاج. لا خالص، مين قال كده؟ الفقير ربنا بيرزقه. يعني الفقير ده لو انا ما ادانوش فلوس خالص هل هو هيموت؟ مش هيموت، لان الله قسم له الرزق. لكن الجنيه اللي في جيبي ده ممكن يكون ربنا اداهولي انا، بس قال لي ده مش بتاعك، ده بتاع فلان، فهيروح له، فانا بديهوله عشان انا اللي محتاج. طب يعني ممكن الثواب بتاع ان انا اديت صدقه لحد عشان هو محتاج وانا مش في نيتي ان انا اطلع صدقه، انا في نيتي ان هو بيزن او ان هو هف خد او ان انا بس الفعل حصل، انا في الحالتين اديته. الثواب هنا ايه والثواب هنا؟ ما انا هقول لحضرتك بقى، هو انا لما اكون بديله عشان هو بيزن عليا او خلاص او دوشني او تعبني او كلام من هذا القبيل، وانا اعطيتها له بهذه الكيفيه وبهذه النيه، لا اجر عليه، انا ما باخدش عليها ثواب، ده انا بتخلص من المشكله زي بدفع عن نفسي اي حاجه. دي واحده. طيب لو انا بديله عشان انا شايف انه فقير او هو محتاج، وانا بديله مش بديله وعشان هو محتاج، ده امر من اوامر الله، لان ربنا قال ادي الفقراء وادي المساكين. فانا شفته لقيته فقير فاديته عشان هو فقير، لان ربنا امرنا اديله هو، ما اديش لواحد تاني. لكن ما ادلوش الفلوس او الصدقه عشان خاطر ان انا بديها له ان هو فقير ومحتاج، فلولاش هو محتاج، انت فاهمه قصدي بقى ايه؟ لولاش هو محتاج قوي انا ما كنتش هديله. انا لا مالناش دعوه بالقصه دي، انا بس مقصد ان ده فقير يعني يبقى له اجر. انما انا بديله عشان انا اللي محتاج الثواب، مش هو اللي محتاج. هو محتاج الفلوس لكن انا محتاج الثواب. حضرتك فهمتي المفهوم؟ انا بس يمكن مش عارف اوصله لك قوي. لا اصل انت عارف اصل الموضوع ده داخل في سكه ايه. انا هاخد التليفون حالا، بس داخل في سكه يقول لك ايه، انا بساعد ابويا عشان هو ابويا، تمام، وبحبه، ده ابويا، تمام. مش عشان انا عايز ثواب او اجر بر الوالدين. لا، انا ده ابويا وانا بعمل له كده عشان هو ابويا. تمام. فايه الاحسن؟
الأحسن لن إنه يعدلها عشان بر الوالدين. يصحح النية. اه ان انا عندي حاجه اسمها تصحيح النيه. يعني انا خارج من البيت رايح اختي، انا ليا عندها مصلحه، فانا رايح ازور اختي، فانا رايح ازورها بنيه المصلحه. طب ما اقول طيب بنيه المصلحه وبنيه صله الرحم. طب أنا وهي بدي دي لأبويا. مش ضحك؟ لا اه لا، ما انا هقول لك حاجه. يعني انا كده كده رايح هاخد منها فلوس. تمام. انا يعني عندي ينفع اقول كده لا. وكمان بالمره ناخد ثواب؟ وانت لا. انت هتضحك علينا؟ انت لا رايح مش تاخد ده. ثواب ولا رايح تاخد فلوس؟ ما انا عندي بقى دعاء. عندي المقاصد. المقاصد تكون حسنه وتكون سيئه. فالمقاصد الحسنه متعدده، منها ان انا ليا مصلحه عندك، فهذه مصلحه، هذه مقصد. منها ان انا عايز منك مال، مقصد. منها ان انا اصل رحمي، ده مقصد. فمقاصد حسنه متعدده. ولذلك العلماء لما جه في الحديث قال انما الاعمال بالنيات، ورجع قال وانما لكل امرئ ما نوى، قالوا لا، الجمله الثانيه هي عين الجمله الاولى، فلماذا قالها؟ ليه قال وانما لكل امرئ ما نوى؟ هنا بقى العلماء قالوا عشان يطلعوا بقى المخرج ده، يقول لك ان هناك عده مقاصد. ان منها لو واحد راح يصلي في جماعه في الصف الاول، هيلاقي حجر في الطريق هيشيله، هيلاقي اعمى هيوصله، هيلاقي واحد مش عارف يتوضا فهيعلمه الوضوء، هيلاقي مريض واحد غاب فيسال عنه، يلاقيه مريض فيروح يزوره. نوى كل هذه النوايا، ياخذ اجر كل هذه النوايا اذا لم يجدها. إذا لم يجدها. فإذا وجدها ففعلها أخذ على كل واحدة 10. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. حضرتك عرفتي حتى المفهوم جاء. هو رايح للحسنات. اتفضلي. هاخد بعد إذنك تليفونات. معايا أسماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مدام دعاء؟ أهلا يا أسماء، ازيك؟ كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة. ممكن أسأل الشيخ أشرف سؤال؟ طبعا اتفضلي. السلام عليكم يا شيخ أشرف. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت، أنا ولدت بقالي حوالي 52 يوم تقريبا. عادي، كان الدم اترفع وكده، وصمت امبارح عادي، بس فوجئت إن هو نزل تاني، فبيقولوا لي إن أنا أصوم وما أصليش، فمش عارفة أعمل إيه يعني. نزل تاني اتقطع وبعدين رجع؟ اتقطع وبعدين نزل تاني، بس ده بعد ال 40 يوم اللي هم الحيض. لا 52 يوم. يعني بقى طيب. فهل تصوم؟ بيقولها صومي او ما تصوميش او طيب انا عندي الدم 3 انواع. عندي دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضه. عندي دم الحيض معروف، له لون وله رائحه وله كذا وله عاده لكل امراه تعرفها وعارفه الميعاد وكذا. وهذا الحيض يتحقق البرء منه كما قال الامام مالك بنزول القصه البيضاء التي تعرفها النساء. فمتى ما نزلت هذه القصه البيضاء بعد الحيض فيلزم المراه ان تغتسل وان تصلي وان تصوم اذا كان اليوم هيدخل عليها. عندي بقى دم النفاس اللي هو بينزل أقصاه 40 يوم عند الفقهاء. لو انقطع دم النفاس متى ما انقطع وحدث الجفاف من هذا الدم، فعندي كده يجب الصلاة والصيام والكذا، وأقصاه 40 يوم. طيب إذا نزل عاود النزول مرة ثانية، فإما أن يكون العادة التي هي الحيض، وإما أن يكون دم النفاس، دم الاستحاضة. دم الاستحاضة أحمر شفاف لا مشكلة فيه، يعني لا رائحة له وهو أحمر شفاف وتعرفه النساء. يبقى أنا عندي عايز أقول لها إن ده لو ما كانش هو ده ميعاد الدورة أو ميعاد الحيض، يبقى كده هذا يسمى دم استحاضة، وعلى كده تتوضئي لكل صلاة وتصومين وصيامك صحيح وصلاتك صحيحة. تمام.